أهلا بيكم في المصري لايف مع إيمان كامل. في حلقة النهاردة هنتكلم عن شخصية مصرية فريدة أثرت في تاريخ مصر الإسلامي، هو أحمد باشا حمزة. أحمد باشا حمزة اللي ما يعرفوش هو ترك بصمة خالدة كبيرة في التاريخ الإسلامي من خلال إسهاماته الكبيرة في إنارة المسجد النبوي بالمدينة المنورة على نفقته الشخصية. كان وزير التموين والزراعة في عهد مصطفى باشا النحاس. بعد الفاصل هنتعرف إزاي أحمد باشا حمزة إزاي أنار مسجد النبوي ومين هو أحمد باشا حمزة. الحقيقة إن أحمد باشا حمزة هو مش مجرد مسؤول في الدولة المصرية، لكن كان راجل صاحب مقام عالي ورؤية مستقبلية، وعنده حب عميق للإسلام وللرسول عليه الصلاة والسلام. اتولد أحمد باشا حمزة في قرية طحنوب في مركز شبين الكوم بمحافظة القليوبية سنة 1891، ودرس الهندسة في إنجلترا. سافر أحمد باشا حمزة لإنجلترا لاستكمال تعليمه. بعد عودته أنشأ أول مصنع عربي لإنتاج الزيوت العطرية، نجح في تصدير الزيوت للخارج. الحقيقة الزيوت دي كانت لها باع طويل جدا في الدول خارج مصر. أحمد باشا مثال بارز بالنجاح في نقل التكنولوجيا. اعتمد على بعد عودته من تعليمه بالخارج اعتمد على تكنولوجيا جديدة. أنشأ مصنع للتلج علشان يحارب بيه احتكار الأجانب لصناعة التلج، واللي كان متمثل في شركة القاهرة. امتدت استثماراته في عدة مجالات استهدفت الاستثمار في الزراعة. أسس معمل لتقطير ماء الورد والياسمين، كان بيرسل بعض مية الورد والياسمين لغسل الكعبة المشرفة كل سنة. كان له دور عظيم جدا في تزويد المسجد النبوي بالكهرباء، وتم تكريمه من ملوك وأمراء السعودية. في عام 1947 أثناء زيارته للحج وزيارته للمدينة المنورة حصل على إذن خاص من السلطات السعودية لدخوله مقبر الرسول عليه الصلاة والسلام. دخل القبر وقضى وقت طويل في التعبد والتلاوة، لكن لاحظ أن المسجد النبوي كان بيضاء بمصابيح زيتية، وده دفعه علشان يمول معدات اللازمة ابتدى ان هو يمول ويجيب معدات كهرباء علشان ينور بيها المسجد النبوي. الحقيقة ده كان على نفقته الشخصية. أرسل فريق من المهندسين علشان يقوم بإتمام إنارة المسجد النبوي بالكهرباء، وتمت إضاءته بعد 4 شهور. امتد مشروع الإضاءة بالكهرباء علشان يشمل الأمة الإسلامية بأكملها، ما كانش مقتصر بس على المسجد النبوي أو المدن في السعودية. ساهمت الخطوة دي في تحسين تجربة الزيارة للمسلمين من جميع أنحاء العالم، وخلقت بيئة روحانية محفزة على العبادة والتعليم. شفتم بقى دور أحمد باشا حمزة في إنارة المسجد النبوي؟ شفتوا قد إيه رسالته؟ شفتوا قد إيه دوره؟ الراجل ده مش معروف قوي في أجيالنا الحالية، لكن كان ليه دور كبير كمان في مجلة لواء الإسلام. أصدر مجلة لواء الإسلام سنة 1947، وفضل حريص قوي على إصدارها في ظل الفترات اللي كان بيعاني فيها من مصاعب اقتصادية بسبب القرارات اللي واجهته في عهد الثورة. كان بيوفر من دخله المحدد بإجراءات التأمين، لكن الحقيقة كان بيقدر إن هو يمول لطباعة المجلة وإصدارها، ومن بعده استمرت المجلة في الإصدار من خلال بنته فاطمة حمزة لحد ما توقفت سنة 1989. الحقيقة إن أحمد باشا اتعرض زي ما تعرض وزراء الوفد من الاضطهاد فترة 23 يوليو.
امتدت المضايقات دي لثروته ومشاريعه، كان واحد من شملتهم قرارات العزل السياسي، لكنه ظل معتز وملتزم بانتمائه الوفدي وإخلاصه لوطنه. أحمد باشا فهمي كان أحمد باشا حمزة راجل قصة ملهمة لكل الأجيال الحالية والمقبلة، بأن العطاء بلا حدود يمكن أنه ينير قدره لسنوات طويلة، لحد ما توفى أحمد باشا حمزة سنة 1977 وكان عمره 86 سنة. أعزائي المشاهدين، بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. بشكركم وأشوفكم في حلقة